Bonjour mes amis, cet été c'est pas le moment de rester collé au téléphone sans but, mais plutôt de faire des choses qui laissent de beaux souvenirs et nous apportent un vrai bénéfice. Imagine avec moi l'été dernier, si tu avais commencé à apprendre une nouvelle langue, aujourd'hui bien sûr tu maîtrises mieux la langue et tu gagnes en confiance chaque jour. Mais t'inquiète pas, parce que l'opportunité est là, devant nous. Et l'été prochain, Inch'Allah, tu dirais bravo pour avoir pris la décision et commencer maintenant, même si tu as juste un petit progrès. إلا كنتم متحمسين تعلموا شي لغة، أنا جبت لكم أحسن الأفكار اللي ممكن توظفوها في نهاركم وفي الروتين ديالكم بلا ملل، والأهم أنها غتكون فعالة وممتعة. أول حاجة كل صباح خاصك تعطي لغتك 10 دقائق فقط، علموا فيها كلمات جديدة، جملة بسيطة تكتبيها أولا تسمعي شي درس تعليمي قصير وانت كتقادي في البيت ديالك ولا في داركم، تسمع واحد بودكاست ولا فيديو تعليمي هكا راسك، واخا ما تكونيش منتبهه مزيان لا تسجلي مفردات اولا كلمات بلا ما تحسي. المهم هو تخلي اللغه ديالك جزء صغير من الصباح ديالك، من وقيته ديال الشقه ولا من وقيته ديال العمل ديالك. الخطوه الثانيه اللي صوفاني صراحه هي انك باش تحسن النطق ديالك وتزيدي ثقتك في راسك تسجلي فيديو قصير فيه كتهضري اللغه ديالك اللي كتعجبك اولا اللي كتعلمي ليها ودابا كتطوري راسك فيها، سواء تقولي غير جمله، تقولي شي حوار واخا يكون مخربق، مهم تنطقي وتشوفي راسك كيفاش كتهضري. الفكره الثالثه وهي الالعاب التعليميه وتحديات. ماشي ضروري يكون كل شيء جدي، لعبي غير العاب تعليميه بحال كويز او ميموري جيم باش تعلمي وانت مرتاح بلا ما تحسي بالضغط. يعني هذه واحد الطريقه ممتعه باش دماغك يبقى مركز واللغه تخليك بسهوله، فهي احسن طريقه يمكن ديريها. الفكره الرابعه غتخيلي راسك في بلاد اللغه، مثلا غتلعبي دور مع راسك انت في امريكا ولا كوريا، فغتكتبي الجمل اللي غتحتاجيها في ديك المواقف. بحال مثلا انا بغيت نشري من السوق، شنو هي الترجمه ديالها باللغه ديال هذيك البلاد. الا كنتو كاع ما كتفكروا زعما تمشيو لديك البلاد، فكنصحكم وبشده انكم تعلموا الاساليب التكلم ديال القسم المدرسه، لانكم نتوما غادي تدخلوا للمدرسه فغادي نتعلموا كيفاش تهضروا مع الاساتذه، تسولوهم باللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه، بحال هكا غادي نطوروا الفوكابولير ديالكم وغتكونوا ناضج. تعلموا داكشي الاساسي في التواصل، ماشي تمشيو تعلموا داك كونجيغيزون داكشي، نو، تعلموا الاساسي في التواصل، مثلا كيفاش تعرفوا راسكم، كيفاش تجاوبوا على الاسئله ديال الاساتذه، ولا شي حد غير في الزنقه سولكم بالفرنسي ولا بالانجليزيه كيفاش تجاوبوا انسي دو سويت. المهم كان هذا هو لا فيديو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. مازال عندي دي زادي بزاف اللي غينفعوكم، الا كنتو باغينهم ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير ولا دخلوا عندي الانستغرام، لانني راه كنلوح لكم تما كاين مفردات، كنلوح لكم كيفاش تعلموا بشكل ابسط واقصر. كانت معكم مريم، ولكن عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه اكتبوا لي في لي كومونتير، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب.